السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بأتم صحة وخير. بقالي كتير جدا، حوالي 6 شهور ما نزلتش ولا فيديو. مش عارفة ازاي اصلا ده حصل، بس والله كان غصب عني جدا ومش عارفة اصلا. يعني انا من اخر فيديو نزلته معاكم في العيد انا مش عارفة ايه اللي حصل. يعني ما كنتش عايزة ابص على القناة، ولا كنت بحاول حتى في ال6 شهور دولت ان انا ابص عليها وصلت لفين، بقيت ايه، اخبار الفيديوهات ايه، ولا اي حاجة. انا مش عارفة اصلا لحد النهاردة كان ايه اللي ايه اللي بيني وبين القناة، حد عامل لي عمل فيها ولا ايه، مش عارفة. حتى انا نزلت مصر وقلت هصور هناك وهنعمل فيديوهات حلوة قوي، وكنت ناوية خير يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. ما كنتش مستقرة في مكان واحد، وما كانش معايا نت دايما، فمع اني عملت وصفات كتيرة جدا، بس ان شاء الله هنعمل كل اللي انا عملته في مصر هنعمله معاكم تاني. وبشكر كل البنات اللي سألت عليا على الخاص على اليوتيوب. بشكركم جدا من قلبي، وانا اسفه ان انا ما كنتش برد على حد. ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. نبص بقى على الوصفه بتاعتنا النهارده. انا هعمل بسكوت الموز، عملته معاكم قبل كده. النهارده انا هعمل نص كيلو بس. نص كيلو 500 جرام دقيق، نص كوبايه سكر بودره، معلقه بيكنج باودر، معلقه فانيليا. كل ده بنقلبه على المواد الجافة كلها مع بعض. بعد كده بنزل بكوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع سمنة عندك. وبعد كده بنقلبها كويس جدا، وبننزل يا اما تحطي مية يا اما تحطي حليب، وطبعا حسب نوع الدقيق بتاعك. مش هقولك مقدار معين في المية او الحليب اللي انت عايزة تعمليه. كمان هقولك على تركاية كده ممكن تحطي فيها في البسكوت ده، روح الموز بيخلي البسكوت ريحته حلوة قوي. بس بصراحة انا نسيت احط، بس انا حاطة فانيليا. لكن انا كل مره كنت بحط معاه روح الموز، بيخلي ريحته رهيبه. حلو جدا بقى للولاد وهم رايحين المدرسه كده. حتى لو ما عملتيش سندوتشات، هو اصلا كفيل يعني مكان اي سندوتش. احلى سندوتش، كمان احلى من اي سندوتش. ليه؟ لانه جواه تمر، محشي بتمر، ومغذي جدا جدا. يعني انا دايما على طول بعمله للولاد في المدارس، وبصراحه مبقاش شايله هم حتى لو ما عملتش سندوتشات. هنا كده حطيت بيضه، وطبعا حاطين مع نص كيلو دقيق رشه من الملح. يبقى ده كل المقادير بتاعتنا، مش هنحط اي حاجة تاني، خلاص هو بس دي المقادير بتاعتنا. هنا بقى حطيت ميه، ما حطيتش حليب ولا حاجه. يعني انا ما عايرتش ميه ولا حاجه، مفيش مقدار محدد. انا عملت كده لحد ما العجينه بتاعتي بقت طريه كده، وسهله سهله سوري، سهله ان هي ايه، تعرفي تفرديها على الرخامة بتاعتك، يعني اللي هي مش جامدة وتوجع دراعك وكده، فاهمة قصدي؟ لازم تكون طرية. هي اولا مش بتحتاج انها تتخمر ولا حاجة، بس انا سبتها بس ترتاح على ما اعمل التمر بتاعي. معايا هنا كده النص كيلو من الدقيق ليه ربع كيلو من التمر. حطيته وهو مش محتاج سمنة ولا حاجة، بس انا برضو حطيت له ايه، ريحة صغيرة كده، معلقة صغيرة كده، وعجنت التمر بالشكل ده. التمر طالما طري ونوعه نضيف، مش محتاج يتحط فيه سمنة ولا حاجة. التمر بتاعي انا جايباه من ملتقى الخبازين يا بنات، حلو جدا، جربته. انا جبت كيس واحد بس، على اساس ان انا اجربه، لو عجبني اجيب منه تاني. فهو بصراحة عجبني جدا. انا كنت بجيب الاول من ركن القصيم، بس قلت اغير، يعني كنت بجيب حاجات من ملتقى الخبازين ولقيته، فقلت خلاص انا هاخده كده اجربه، ولقيته ما شاء الله حلو جدا. انا بحب التمر اللي هو وانا بشتريه الاقيه طري في ايدي يعني. مش جامد. الجامد ده اعرفي ان هو هينشف في القراقيش بتاعتك او البسكوت اللي انت هتعملي بيه. هنا كده بس بليت ايدي مره واحده بس سمنه، دي سمنه بلدي. وبعدين عشان اعرف ان عشان ما يلزقش في ايدي وانا بصبعه كده. مش لازم ترصي بقى يعني، فاهمين؟ انا بحدف كده خلاص. وهو اصلا مش بيلزق ولا حاجه، لانه هو عليه سمنه اصلا. اما بخصوص نوع الدقيق اللي انا استعملته، اي نوع دقيق عندك لجميع الاغراض هيقضي المأمورية بتاعتنا، مش محتاجين اي حاجة غير كده. ما ننساش نحط ذرة ملح مع الدقيق. هكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف بالظبط. مش محتاجين لميزان ولا حاجة الحمد لله، هنعمله المرة دي بالكوباية. الوصفة يا بنات مش من اختراعي ولا حاجة. الوصفة وصفة الشيف فاطمة ابو حياتي، بشكرها على الوصفة جدا. لان انا بصراحة من يوم ما جربت وانا ما ببطلش اعمله، حلو جدا جدا. واخيرا يعني حسيت ان الولاد يعني حبوا حاجة كده، خصوصا ابني الصغير بياكله، مش متضايق منه، واعملي لنا منه يا ماما، فدايما بعمله. خلاص انا خلصت التمر بتاعي، وبدات بقى ان انا اقطع في البسكوت بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا بقطعه في حجم الليمونه يعني.
بصوا حجم صغير جدا، يمكن الكاميرا كمان مكبراه، لكن هو حجمه صغير جدا. ده اهم حاجه. كل ما كانت البسكوته صغيره تبقى بيكون شكلها سيمبل كده في النهايه، وبيبقى شكلها حلو، مش تحسيها موزه بجد كده وتخينه كده، لا مش هيبقى حلو. خليها انتي صغيره علشان تطلع الموزه رفيعه كده وشكلها حلو. تمام. قطعت الكميه. طبعا انا مسرعه الفيديو، بس هو اصلا ما بياخدش منك وقت ولا حاجه، يعني وانتي بتحضري الغدا كده تقدري تعمليه من غير مجهود ولا اي حاجه. يعني انا مرضيش اعجنه في العجان علشان البنات اللي مش عندها عجان ما تحسش ان الوصفه تقيله ولا حاجه. انا عجنته على ايدي والله، مع ان انا ما بحبش اعجن خالص يعني ايدي اصلا بايظه الوحيده، بس انا قررت ان انا هعمله. لو اصلا عجنته طريه جدا مش محتاجه عجن جامد ولا حاجه. خلاص كده هو مش بيخمر ولا حاجة. يعني انا خلصت تقطيع، حطيت بس الكيس بتاع التلاجة ده عليه وغطيته بالفوطة كده، وبدأت على طول افرد في البسكوت بتاعي. ونقول بسم الله ونبتدي الفرد بتاعنا. بصوا انا هطلع كده ايه كام واحدة كده بكام واحدة علشان بس ما ينشفوش مني. احنا الجو عندنا اصلا كان برد، فشايفين حجمها صغير ازاي. طبعا هنجيب بقى الفرادة بتاعتنا ايا كان نوع الفرادة بتاعتي، وبعدين اخليها رقيقة جدا 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 جدا. كل ما كان رقيق كل ما كان هيديني نتيجة افضل واحسن من عن يعني عما نكون تخين. يعني فاهمين قصدي؟ لازم تبقى رقيقة جدا، تحسي ان انت شايفة لون السيليكون اللي انت بتفردي عليه، او لون الرخامة بتاعتك من العجينة نفسها بعد ما تفرديها. تودي بقى الولاد المدرسة، وتقعدي كده تستقنيصي كده مع نفسك وتحضري الغدا وتعملي البسكوت الجميل ده. بس طبعا ما يبقاش الولاد معاكي، يعني تبقي لوحدك كده عشان تقدري تركزي وتبقي كمان وتستمتعي باللي انت بتعمليه. بس كده انا عن نفسي كنت مستمتعة جدا، لان انا كنت لوحدي ساعتها، وحاسة بقى ان انا ايه مركزة. مش بقى اعمل معاكي يا ماما لا والكلام ده، لا لا لا, لا خالص، ماليش انا في الحاجات دي. فاعمليه بقى وهما في المدرسة كده تبقي مركزة، ومفيش بقى ولا ماما ولا بابا ولا جعان ولا عطشان ولا الكلام ده خالص. نعمله كده ببساطة وسهل ولذيذ. وعايزة اقولك كمان ينفع يعني لو عندك مناسبة عيد ميلاد، عندك حابة مثلا تروحي لواحدة صاحبتك مثلا، ممكن تعمليه معاكي على فكرة جميل جدا. آه بس كده. عايزه اقول كمان بطلب منكم ان احنا كلنا، طبعا انتم مش محتاجين اطلب منكم ده، ان احنا كلنا ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا يا رب ينصرهم ويحميهم ويشفي جرحهم ويرحم موتاهم. قلوبنا معاكم والله العظيم، قلوبنا بتنزف عليكم وزعلانين، وما باليد حيله، مش قادرين نعملكم حاجه غير الدعاء والمقاطعه. دول الحاجتين اللي احنا نقدر نعملهم يا جماعه. ولازم نركز على فكره، انا والله من بامانه من اول ما قلنا، يعني من اول ما نزلنا على الفيس وقلنا مقاطعه المقاطعه، انا حرفيا ما دخلتش بيتي اي حاجه مقاطعه، ومش زعلانه، بالعكس فرحانه جدا. انا عن نفسي لما بشوف حد ما اكون يعني وانا في السوبر ماركت والاقي حد بيشتري حاجه من المقاطعه، وحياه ربنا ببقى هين عليا بص اشدها منه. مش متحمله اشوف حد بيشتري حاجه مقاطعه. مش عارفه ليه، يعني في بدايل وفي بدايل حلوه جدا. اكتر حاجة الناس مش قادرة تتخلى عنها الصودا، مش عارفة ليه اصلا. في بدايل مش 100%، بس نقدر نعيش من غيرها اصلا. فاهمين قصدي؟ نقدر نعيش من غير ده كله. يعني هما ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا اي حاجة، ومكملين وصابرين وصامدين، وربنا يا رب مع ينصرهم وربنا يا رب يعني ينزل ملائكة تحميهم من عنده، اللهم امين يا رب، ويعدي المحنة اللي هم فيها على خير. المقاطعة، وما ننساش المقاطعة أهم حاجة، الدعاء والمقاطعة، ده اللي احنا نقدر نعمله. لا الناس هتبطل أكل ولا الناس هتبطل شرب، والناس مكملة حياتها عادي. بس والله اللي في القلوب في القلوب، ومش بننساهم لحظة بأمانة. نكمل البسكوت بتاعنا. انا كده جبت بيضه، حطيت عليها معلقه فانيليا وقلبتها كويس بالشوكه، وبعد كده دهنت البسكوت بتاعي، بس دخلته الفرن الاول على درجه حراره 180، وبعد كده بسيبه 10 دقايق كده بس يتشمع. بعد كده بخرجه من الفرن بالفرشه بتاعتي وبدهنه البيض بتاعي. مش بدهنه بصراحه قبل ما ادخله الفرن، لا انا بدخله بعد حوالي 10 دقايق او ربع ساعه كمان، اخرجه وبعدين ادهنه، وده بيكون شكله في النهايه شكله كده فيه لمعه
طعمه خفيف كده، وتحسيه طبقات من جوه كده وانت بتاكلي. لذيذ جدا، اتمنى تجربوه. وحشتوني جدا جدا. يا رب كده ما تبقاش اخر فيديو ان شاء الله، ونكمل مع بعض. منتظرة منكم لايكاتكم والكومنتات اللي بتشجعني. وبكده يكون ده نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى اللايكات يا بنات، علشان القناة وقعت اصلا، فعايزين نرجع نوقفها تاني كده على رجليها. ومنتظرة منكم طبعا اللايكات. بشكركم وبترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.